في نظرية مجنونة لكنها مرعبة ومترابطة بشكل غريب، بتقول إن الساموراي جاك هو نفسه بروفيسور، وإن فتيات القوة مجوش من تجربة علمية فاشلة، بل جم من قوة شيطانية. بس ما تنساش اللايك والسبسكرايب، وعايزين نوصل ل500 مشترك بإذن الله وبيكم. ويلا نبتدي الفيديو. نرجع لأول القصة. جاك حارب أكو شيطان الظلام، وسافر عبر الزمن علشان يهزمه، وفي النهاية نجح وقتله. لكن القصة ما خلصتش هناك. جاك اكتشف إن أكو كان بيحتفظ بمادة سحرية، إكسير الظلام أو إكسير مظلم، فيه قوة خارقة للطبيعة. ومن غير ما حد يعرف، جاك احتفظ بجزء من الإكسير ده وسماه المادة إكس. بعد ما الزمن رجع جاك وكان خلاص فقد كل حاجة، قرر يبدأ من جديد، يعيش كبروفيسور، يكرس حياته للعلم بدل السيف، ويستخدم الإكسير في محاولة أخيرة لصنع قوة الخير. لكن الخير ما بيجيش من الشر من غير تمن. فتيات القوة اتخلقوا من مزيج غريب، سكر، توابل، وكل ما هو جميل، زائد المادة إكس. بس مع ولادة الفتيات القوة ظهر شيء غريب في المدينة، وحوش وكائنات شريرة بتهاجم المدينة من كل مكان. ناس قالت إن دي صدفة أو مجرد أشرار عاديين، لكن النظرية دي بتقول حاجة تانية تماما، مرعبة أكتر. الوحوش دي هما بقايا أتباع آكو، أرواح شريرة كانت بتخدمه زمان، ودلوقتي رجعوا، مش عشان يدمروا المدينة، لكن عشان ينتقموا من البروفيسور. من وجهة نظرهم هو خائن، قتل قائدهم وسرق طاقتهم واستخدمها لصنع فتيات بيحاربوا الشر. كل مرة البنات بيهزموا وحش، هو مش وحش عادي، ده واحد من جيش آكل قديم. يعني فتيات القوة نفسهم مش أبطال عاديين، هم نتيجة جريمة كونية ارتكبها جاك اللي بقى اسمه بروفيسور. جاك اللي فشل في انه ينتصر بالكامل قرر يسرق قوة الشر ويحارب بيها، بس الشر عمره ما بيسامح، ويفضل راجع في شكل وحش مرة ورا التانية. فهل فعلا البروفيسور صنع أمل جديد، ولا هو جاب دمار أكبر متخفي في شكل أطفال خارقين؟ وهل الوحوش هتفضل تطلع لحد ما يقضوا عليه أو على البنات؟ الأسئلة دي مرعبة، بس في عالم الكرتون الخيال أوقات بيكون أقرب للحقيقة. مين اللي بنفتكره؟ قوليلي في الكومنتات، هل شايفين فعلا البروفيسور هو جاك، وإن فتيات القوة جايين من طاقة شيطانية، ولا دي كلها نظرية مجنونة زيادة عن اللزوم؟ استنوني في فيديوهات أكتر عن أسرار الجانب المظلم لعالم الكرتون. وشكرا جدا لو انت اتفرجت لحد دلوقتي، وبس كده، يلا سلام.